الفيلم اللي بعده، وده فيلم انا برشحه لعرفه. انا لو انا هخرج الفيلم ده مكان محمد خان، انا هحط عرفه مكان عارفاه تقريبا، حسيت خرج ولم يعد. اكتر واحد ايه كاركتر انا يحيى الفخراني الصغير هنا. انا عايز برضه اروح، انت حكيت لي قصته، انا عايز برضه اروح العزيزية؟ ازرع في كوخ وكده واعيش هناك. دي الحياة اللي كلنا بنتمناها اصلا عامة. لا وعايز اقول لك على حاجه، كان اكل في الفيلم ده فطير بقى واكل. على فكره هو قالوا كده، كان في سعاد يونس. العزيزية ما بين الشرقية وما بين القليوبية بالظبط. وهو كانت سعاد يونس كانت مستضيفه يحيى الفخراني. قال لها انا كنت يعني ست في الفيلم ده، كلت كتير انا وفريد شوقي، قعدنا ناكل كتير قوي بقى فطير وعسل كل سباطة الموز. موز وبتاع. ده برضو واحد من الافلام الجميله جدا اللي انا بحبها الخان، من الافلام المفضله لي يعني، لانه فيلم برضو هنرجع تاني لفكره المدينه. هو الفيلم بيحكي عن واحد عايش حياه تقليديه روتينيه جدا، خاطب واحده صعبه جدا. بيطلع في دماغه يوم ان هو عايز يهرب من الحياه دي ويروح الارض بالظبط كده، وبيقرر مع مرور الوقت انه انا هعيش هنا خلاص وهبعد عن حياه المدينه بس اللي خلاه كمان غير البعد عن خنقه المدينه ان هو يتمسك بالمكان الخوخه طبعا. ليلى علوي طبعا. فيلم اي حد مكانه هيعمل لازم يعني. هو راح لا ليلى علوي هناك بالظبط، الراجل اللي بيشرف على الارض وحبها وقرر حب الجاموسه بتاعتها حب الجعلانه، حبيت الجاموسه بتاعتها، حبيت كل حاجه. لا شريط الصوت نفسه بيتحول مع الشخصيه، مع تحول شخصيه بتاعت عطيه بالظبط. كمال بكير. الموسيقى بتتغير تماما، بيستخدم آلات هنا في اول الفيلم، وفي بعد ما شخصيته بعد الريف بقى والحياه الخضراء دي، صوت الفيلم في البدايه حاجه الموسيقى بتتحول حاجه تانية خالص. بالظبط. بس ده من فيلم رهيب جدا وموسيقى مهمه وفيلم جميل. بالظبط. انا بحبه. انا كمان بحب الفيلم ده جدا، من افلامي المفضله، من احلى ادوار يحيى الفخراني وفريد شوقي وليلى علوي بصراحه. كانوا عاملين دور حلو جدا.